السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني اعدادي، يا رب كلكم تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنراجع مراجعة جامدة جدا جدا، وهنشوف كل القوانين بتاعة الوحدة الأولى بإذن الله، وكل التعريفات المهمة وكل حاجة ومسائل كمان. تابعوني لآخر الفيديو علشان نقفل امتحان شهر فبراير إن شاء الله، علشان في آخر السنة نبقى مقفلين العلوم كله. يلا نعمل لايك الفيديو ودعموا الفيديو بلايكات كتير كتير علشان تشجعوني أكتر وأكتر، واستنوا الفيديو القادم هنحل بقى على الوحدة الأولى كلها إن شاء الله امتحانين. يلا بينا نبدأ فيديو النهارده. هنبدأ مع بعض يا تانية اعدادي. هنقارن بإذن الله بين كل حاجة عشان تبقى سهلة وميسرة عليكم قوي قوي. طبعا الورق ده هتلاقوه على الفيسبوك والتليجرام، اللينكات في صندوق الوصف. صفحة الفيس زي اليوتيوب بالظبط، من اسمها للعلوم والأحياء. المهم يلا بقى شجعني بلايك كده عشان نبدأ الفيديو مع بعض. في البداية لازم تبقى عارف الحركة الدورية والحركة الاهتزازية. طب حركة دورية معناها اللي أنا عندي دي حركة بتتكرر بانتظام وعلى فترات زمنية متساوية، وزي الحركة الاهتزازية والموجية. ولازم تبقى عارف إن لعبة النحلة الحركة بتاعتها دورية، بمعنى اللي أنا ممكن أقول لك علل لعبة النحلة أو حركة لعبة النحلة بتمثل حركة دورية، هتقولي لأنها بتتكرر بانتظام وعلى فترات زمنية متساوية. يبقى أنا كده من سؤال واحد أنا ممكن أجيب لك كذا سؤال. يبقى ممكن أجيب لك ما المقصود، ممكن أجيب لك مصطلح، وممكن أجيب لك كمان صح أو خطأ. طيب لو قلت لك لعبة النحلة حركة اهتزازية، لا هي حركة دورية بس، اللي هي الطنبور اللي احنا شفناه في فيديو الشرح. طبعا الدروس دي كانت كاملة، الناس اللي عايزة اشوفها كاملة لا اسيبها لكم برضو بإذن الله. طب كلمة حركة اهتزازية، لا بقى ده احنا عندنا جسم مهتز. الجسم المهتز ده بقى ايه؟ بيتحرك بقى على جانبية موضع سكونه، بالحركة بتاعته بتتكرر بانتظام وعلى فترات زمنية ايه متساوية. طيب زي ما شفنا مع بعض في الفيديو، البندول البسيط، الشوكة الرنانة، الوتر المشدود، والأرجوحة اللي هو المرجوح يعني اللي احنا ايه بتمرجح عليها. يبقى انا لو قلت لك قارن بين الحركه الدوريه والحركه الاهتزازيه، هو انا ينفع اقول لك مثلا الحركه الدوريه دي مثال من الحركه الاهتزازيه؟ لا، العكس. الحركه الاهتزازيه دي من ضمن امثله الحركه مين؟ الدوريه. طيب نيجي بقى للحركه الموجيه. يبقى انا دلوقتي واخد 3 حركات، حركه دوريه، اهتزازيه، وحركه ايه؟ موجيه. زي ما اتفقنا في درس الحركة الموجية ان كلمة حركة موجية معناها برضو حركة دورية. يبقى خلي بالنا الحركة الاهتزازية هي حركة مين؟ دورية، وبرضو الحركة الموجية هي حركة ايه؟ دورية برضو. طيب الحركة الدورية بتحدث نتيجة ايه؟ قالك بتحدث نتيجة اهتزاز دقائق الوسط في لحظة ما في اتجاه ما. طبعا كل الكلام ده احنا شرحناه. رمينا طوبة في المية دي الجزيئات اللي احنا هنقول عليها جزيئات الوسط او دقائق الوسط اهتزت. طب نتيجة الاهتزاز ده في لحظة ما في اتجاه ما اتكونت بقى الشكل اللي احنا شفناه في الفيديو اللي هو بنسميه الحركة الموجية. طب الشكل اللي اتولد لما رمينا الطوبة في المية ده بسميه ايه؟ الموجة. طب كلمة موجة معناها ايه؟ قال لي ده الاضطراب اللي حصل. الاضطراب ده هينتقل وهينقل معه الطاقة في اتجاه انتشارها. لما رمينا الطوبة ابتدى يبقى ايه؟ يتكون اشكال كده في المية، والاشكال دي ابتدت ايه؟ تنتشر بقى. طب هل دايرة شكل مثلا راح هنا وهنا وهنا؟ لا، دي كانت الانتشار في اتجاه الاضطراب لما حصل انتقل وخلى الطاقة بتنتقل في اتجاه مين؟ انتشارها. خلاص الدوائر وسعت في اتجاه بعضها. طيب تعالوا نشوف في تعريفات خاصة بالموجة مهمة جدا جدا جدا. سرعة الموجة، هو يعني ايه سرعة الموجة؟ قال لي والله دي المسافة اللي بتقطعها الموجة في الثانية الواحدة. طب يعني ايه سعة الموجة؟ قال لي ده اقصى ازاحة بتصل اليها جزيئات الوسط او دقائق الوسط او الموجة بعيدا عن مواضع ايه؟ سكونها. خلاص يبقى انا عندي موجة 2 3 4 5 6، يبقى ابعد حتة او اقصى حتة الموجة هتوصل لها او دقائق الوسط هتوصل لها دي بسميها سعة الموجة. طب ايه التردد بقى بتاع الموجة؟ قال لي والله ده عدد الموجات الكاملة في الثانية الواحدة. عدد الموجات الكاملة في مين؟ في الثانية الواحدة. طيب الزمن الدوري للموجة، الزمن الدوري ده الزمن اللازم لعمل موجة كاملة. فاكرين الزمن الدوري بتاع الدرس الاول بتاع الحركه الاهتزازيه لما كنت بقول لكم الزمن اللازم لعمل اهتزازه كامله؟ طبعا احنا الكلام ده هنقارن بينه بعد شويه.
طيب لما يجي بقى يعرف لك الطول الموجي، اولا انت عندك طول موجي خاص بالموجة المستعرضة، وعندك طول موجي خاص بالموجة الطولية. طب الطول الموجي الخاص بالموجة المستعرضة قالك هو ايه؟ قالك هو المسافة بين اي قمتين متتاليين او قاعين متتاليين. خلاص، يبقى انا هنا عندي ادي كده، ادي قمة وقاع، قمة وقاع، قمة وقاع، وهكذا. يبقى انا عندي القمة دي والقمة دي متتاليتين ورا بعض، المسافة ما بينهم ده بقول عليه ايه؟ طول موجي. خلاص. طيب المنظر ده اللي انت شايفه ده طول موجة، الموجة ايه؟ برافو عليك، مستعرضة. طيب طول الموجة، الموجة طولية، قالك والله ده المسافة بين مركزي اي تضاغطين او تخلخلين ايه؟ متتاليين. خلاص، طبعا احنا عارفين ادي التضاغط، ادي التخلخل. طبعا احنا شفنا الكلام ده عملي. الناس اللي اول مرة تشوف المراجعة دي ارجوكم لازم تشوفوا فيديوهات الشرح الكاملة عملي، هسيبها لكم باذن الله تحت صندوق الوصف. يجي بقى يمس انا الدرسين دول ملخبطين في القوانين، فانا دلوقتي هعمل لك مقارنة جامدة جدا، ذاكر بالطريقة دي. طب اولا بالنسبة للقوانين بتاعة التردد، تعالوا نصغر القلم شوية. القوانين بتاعة التردد، اولا التردد بيقاس بوحدة ايه؟ نقط، بوحدة الهرتز اللي هو الاتش زد. اوكي. طب انا هنا عندي التردد بتاع جسم مهتز، وعندي تردد موجة. التردد بتاع الموجة زي ما احنا شايفين من شوية هو عدد الموجات الكاملة في مين؟ في الثانية. يبقى انا استنتج من التردد ان انا عندي عدد موجات كاملة في ايه؟ خلال الثانية، اللي هو ايه؟ الزمن. يبقى ده اول قانون حفظناه من التعريف، صح ولا لا؟ طيب تعالوا نشوف تردد الجسم المهتز. هو عدد الاهتزازات الكاملة اللي بيحدثها الجسم المهتز في الثانية مين؟ الواحدة. يبقى أنا كده من خلال التعريف أقدر أستنتج القانون اللي هو عدد الاهتزازات الكاملة على الزمن بالثانية. خلاص. يبقى أنا كده يا تانية إعدادي لما أجي أقول لك والله اكتب لي تردد الموجة، يبقى تردد موجة يعني عدد موجات كاملة. طب تردد جسم مهتز يبقى عدد اهتزازات كاملة. يبقى الفرق ما بين الاتنين هي كلمة واحدة، هنا عندي اهتزازات وهنا عندي كلمة ايه؟ موجات. يبقى انا عايزاك بقى تذاكر بالطريقة دي، تشوف ايه يعني ايه المتشابه، ايه المختلف، وتقارن. المقارنة هتخلي المعلومات تثبت في دماغك اكتر واكتر. طب احنا واخدين ان التردد برضو بيساوي مقلوب الزمن الدوري اللي هو 1 على الزمن الدوري. طب هنا برضو 1 على الزمن الدوري للموجة، ان هو نفس النظام. طب التردد بقى بتاع الموجة يزيد بقى شوية. قالك والله التردد انا ممكن اجيبه عن طريق ايه؟ قانون برضو، اللي انا اقول له سرعة انتشار الموجة على الطول الموجي. سرعة انتشار الموجة على الطول مين؟ الموجي. وفي جزئية تانية ناس كتيرة جدا من الأساتذة بيهملوها. لو أنا عندي موجتين، موجة مثلا رقم 1 وموجة رقم 2، وعندي مثلا التردد بتاعهم ماشي، وعايز مثلا طول الموجة، يبقى تاء 1 على تاء 2 التردد بتاع الموجة الأولانية على التردد بتاع الموجة التانية بيساوي لام 2 على لام 1. ودي نخلي بالنا منها كويس جدا عند ثبوت ايه؟ السرعة. يبقى عند ثبوت السرعة، طبعا انا ليه بقول ثبوت السرعة؟ لان احنا اتفقنا ان فاكرين قانون سرعة انتشار الموجة. يا مس انا فاكرها من خلال الشرح. تمام، تعالوا نحوش النقطة دي اللي زي ده. مين فاكرها؟ انا فاكرها يا مس. احنا نمسح الكلمة دي اصلا. يبقى سرعة انتشار الموجة، سرعة انتشار الموجة او الامواج بيساوي ايه؟ التردد في مين؟ في الطول الموجي. التردد في مين؟ الطول الموجي. طب احنا ثبتنا سرعة الانتشار، سرعة الموجة، يبقى عندي تردد وعندي طول مين؟ موجي. قالك التردد اللي هو تاء 1 على تاء 2 بيساوي لام 2 على لام 1. الجزئية دي مهمة. خلاص، يبقى ده كله خاص بمين؟ بتردد الموجة. يبقى انا كده خلصت اول حاجة مين؟ التردد. نيجي بقى لمين؟ للزمن الدوري. طبعا الزمن الدوري اصلا بيقاس بمين؟ برافو عليك، بيقاس بالثانية. تمام، لان ده بيجي لك في الامتحان. طيب عندي الزمن الدوري الموجة، قال لك والله هو ده الزمن اللازم لعمل موجة كاملة. الزمن اللازم لعمل موجة ايه؟ كاملة. يبقى انا عندي الزمن الدوري بيساوي الزمن بتاع موجة ايه؟ كاملة. خلاص. طيب عندي برضو تعالوا نشوف الزمن الدوري للجسم مهتز. قال لك والله ده الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. شايفين الفرق؟ هنا ده الزمن اللازم لعمل موجة كاملة، قال لك لا ده الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة. يبقى انا عندي الزمن الدوري هشقلب بقى،
خلاص هكتب عدد الزمن على عدد مين الاهتزازات الكاملة. طب شايفين قانون التردد هنا كان ايه من فوق عدد الاهتزازات الكاملة او عدد الموجات الكاملة على الزمن، لا هنا نقول ايه الزمن على عدد ايه الاهتزازات الكاملة، او هنا اهو الزمن على عدد الموجات الكاملة. خلاص يبقى نفس القوانين تمام باختلاف ايه الكلمات. طبعا اتفقت هنا ان الزمن الدوري للموجة ده الزمن بتاع موجة كاملة. قالك هنا الزمن الدوري علشان نعمل اهتزازة كاملة، الاهتزازة الكاملة زي ما اتفقنا فيها 4 ساعات اهتزاز. متقلقش هنيجي بقى لساعة الاهتزاز، بس انت اعرفها لي كده دلوقتي. يبقى انا دلوقتي نتخيل انا عندي بندول بسيط اهو، البندول ده راح هنا في الناحية دي وبعد كده في الناحية دي، وهو راح في الناحية دي تمام وبعد كده رجع، بعد كده راح في الناحية دي وبعد كده رجع. يبقى دي بقول عليها اهتزازة كاملة. يبقى فيها كام ساعة اهتزازة؟ فيها 4. يبقى لما اقول لك الزمن الدوري بيساوي الأربعة هتضربها في الزمن بتاع ساعة اهتزاز. يعني البندول لما راح من النقطة دي للنقطة دي خد زمن كام؟ ده بسميه زمن ساعة مين الاهتزاز، او زمن اهتزازة كاملة. دي هي دي خلاص، او 1 على مين على التردد. يبقى نخلي بالنا انا هنا عندي الزمن الدوري 1 على التردد سواء بتاع الموجة او الجسم المهتز. طب شايفين التردد 1 على الزمن مين الدوري. نيجي بقى لجزئية مهمة جدا. احنا اتفقنا ان التردد في الزمن الدوري بيساوي ايه 1، ومن خلال القانون ده ابتدينا لو انا عايز التردد اقول له 1 على الزمن الدوري. طيب نفترض ان انا عايز الزمن الدوري يبقى 1 على مين التردد. طيب قالك ممكن الصيغة دي يقولك ايه حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي 1 صحيح. علل واي هتقول له ايه؟ هتقول له والله لان الزمن الدوري لو انا عايز الزمن الدوري بقى، الزمن الدوري عبارة عن ايه المعكوس الضربي للتردد. طيب لو انا عايز التردد يبقى التردد بيساوي المعكوس الضربي لمين للزمن الدوري. اتفقنا؟ السؤال يعني سهل ومهم. طيب من ضمن التعريفات المهمة جدا خط انتشار الموجة. فاكرين بقى لما جبنا شوية كتب وخليناهم وقعوا كده ورا بعض وقعوا في اتجاه واحد، يبقى الاتجاه اللي بتتقدم فيه الموجة دي بقول عليها خط انتشار الموجة. ده تعريف مهم جدا جدا يجيك. طيب من ضمن الحاجات المهمة قوي قوي اللي هتجيك سواء في الشهر او هتجيك برضو في امتحان اخر السنة مهمة جدا، الموجات المستعرضة والموجات الطولية. طبعا الموجات المستعرضة اللي احنا نازلين نقول ايه اللي هي بالمنظر ده، الموجات الطولية اللي هي تتكون من تضاغطات وايه تخلخلات زي ما فهمنا وزي ما شوفنا كمان. طيب كلمة موجات اصلا معناها اضطراب، اي موجة معناها اضطراب. خلاص. طيب الموجات المستعرضة والطولية هما الاتنين تعريفهم واحد ما عدا كلمة واحدة بيختلفوا فيها. قالك ده اضطراب بتهتز فيه جزيئات الوسط، بس في الموجة المستعرضة جزيئات الوسط هتهتز عموديا على اتجاه انتشارها. طب هنا في الموجة الطولية قالك والله جزيئات الوسط هتهتز في نفس اتجاه انتشار ايه الموجة. خلاص يبقى انا عندي تضاغطات تخلخلات تضاغطات كلهم بيهتزوا في نفس مين الاتجاه. لكن هنا ده انا عندي خط انتشار الموجة وادي دقائق الوسط، بص الاتجاه ايه الاتجاه الانتشار بتاعها عمودي. طب الموجات المستعرضة بتتكون من ايه نقط ونقط يبقى قمم وقيعان. طيب الموجات الطولية بتتكون من نقط ونقط يبقى تضاغطات وتخلخلات. طب لو قلت لك يعني قارن بين القمة والقاع هتقولي والله القمة اللي هي دي طبعا ادي القمة الجزئية دي اللي هي من فوق، وادي القاع اللي هي من تحت دي. الجزئية اللي من فوق طالما من فوق يبقى اعلى او اقصى، كلمة اعلى او اقصى. يبقى اعلى نقطة هتصل ليها جزيئات الوسط بالنسبة لموضع الاتزان بتاع مين الموجة. يبقى دي موضع الاتزان بتاعها تمام. يبقى اعلى نقطة هتوصل لها الجزيئات دي بسميها القمة. طب اقل نقطة تصل ليها الجزيئات برضو بسميها القاع. يبقى انا عندي قمة وقاع. يبقى شايف الخط باللون الاحمر ده تخلي بالك. طيب هنا بقى التضاغط واللي احنا شفناه في الفيديو والتخلخل، تضاغط وتخلخل. طب شايفين هنا في التضاغط ايه اللي حصل؟ قالك والله ان الكثافة والضغط بتاع الموجة ارتفعت في المنطقة دي. يبقى لما اقول لك تضاغط يعني ايه ممكن تعرفها لي بتعريفين. هتقولي ده موضع يعني مكان هترتفع فيه او جزء يعني هترتفع فيه كثافة وضغط الموجة الطولية. شايف اتلموا على بعض كده. او هتقولي والله ده الموضع اللي بتتقارب فيه جزيئات الوسط لاقصى حد، يبقى قريبين من بعض. طب التخلخل عكسه بقى.
يبقى بدل ما موضع بترتفع فيه الكثافة والضغط الموجة، لا ده موضع بتنخفض فيه كثافة وضغط مين الموجة. طيب ايه التخلخل؟ قال لك برضو نفس النظام، الموضع اللي بتتباعد فيه جزيئات الوسط لأقصى حد، شايف اتباعده، لكن هنا في التضاغط لا الموضع حصل فيه تقارب. يبقى نخلي بالنا كويس جدا من الحاجات دي. طب نيجي بقى للموجات الكهرومغناطيسية والموجات الميكانيكية، واحنا اتفقنا ان دول بنقسمهم بناء على قدرتهم على الانتشار في الفراغ، مدى استطاعتهم ان هم ينتشروا ولا لا. قالك الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي زي الضوء سوري، اللي زي الضوء المرئي اللي جاي لنا من الشمس، زي الأشعة تحت حمراء اللي جايه لنا من الشمس برضو، وزي موجات الراديو المستخدمة في الرادار. وهنا أنا ممكن أقول لك إيه فايدة أو أهمية موجات الراديو، يبقى تقول لي إيه تستخدم في الرادار. يبقى دي كلها أمثلة لموجات مين كهرومغناطيسية. طيب الموجات الكهرومغناطيسية والميكانيكية، قال لك الكهرومغناطيسية دي بتنتشر في الفراغ، طب دي عكسها مش بتنتشر. طب دي مش يلزم لانتشارها وجود وسط مادي، يعني هي بتنتشر في الفراغ مش عايزة أي حاجة تنتشر من خلالها. قال لك دي للعكس بقى، دي عوجة، دي قال لك يلزم لانتشارها وجود وسط مادي. طب الموجات الكهرومغناطيسية كلها مستعرضة كما موقعان، خلاص. قال لك لا والله ده انا عندي الاثنين، عندي طوليه وعندي مستعرضه. طيب الموجات الكهرومغناطيسيه قال لك دي سرعتها كبيره جدا، 3 في 10 اس 8 متر كل ثانيه. وقال لك لما بتنتقل في الاوساط الماديه الثانيه، الوسط بقى السائل الغازي الوسط الصلب، سرعتها بتقل. خلاص يبقى هي كده سرعتها اللي هي دي في الفراغ لما تنتقل لاوساط تانية بتقل، اتفقنا. طب نيجي بقى للموجات الميكانيكيه، احنا اتفقنا ان هي طوليه ومستعرضه. قال لك لا بص انا سرعتي بقى ايه، انا امشي براحتي، سرعتي اقل من الموجات ايه الكهرومغناطيسيه. وخلي بالنا برضو انا سرعتي اقل، بس انا برضو سرعتي في الاوساط بتختلف، يعني انا عندي وسط صلب وعندي سائل وعندي غاز. قال لي والله انا سرعتي كبيره في الوسط الصلب، وبعد كده بتبقى اقل شويه في الوسط السائل، وسرعته قليله جدا في الوسط الغازي. يبقى مين سرعته اكبر؟ الموجات الميكانيكية بتبقى سرعتها كبيرة في مين؟ في الأوساط الصلبة، وبعد كده السائلة والغازية. طب تفيدني في ايه النقطة دي؟ تفيدني والله لو قالك موجة الصوت مثلا، طبعا احنا هناخد الأمثلة. احنا اتفقنا الموجات الميكانيكية طولية أو مستعرضة، مستعرضة زي موجات الماء، تمام، لما رمينا الطوبة الحاجات اللي حصلت دي. طب طولية زي موجات مين الصوت. فاذا موجات الصوت لو قلت لك انتقال ايه اللي هيحدث لما موجات الصوت تنتقل من الوسط السائل الى الغاز، هتقول لي والله ايه تقل سرعتها. طب لو قال لك لو انتقلت من الهواء اللي هو الغاز للسائل تزيد ايه سرعتها. يبقى بالله عليكم يا تاني اعدادي المقارنات دي مهمة جدا جدا جدا، لازم نخلي بالنا منها. يبقى يا تالتة اعدادي ان شاء الله هتبقوا في تالتة اعدادي باذن الله. شايفين الفلل الحلو لسرعة الموجة؟ طبعا سرعة الموجة الرمز بتاعها عين، طبعا سرعة الموجة بتقاس بالمتر لكل ايه ثانية. طب سرعة الموجة انت عندك قانونين، لو قال لك سرعة الموجة كده قال لك احسب بالظبط سرعة الموجة، هتقول له مسافة على زمن. طب لو قال لك احسب سرعة انتشار الموجة، بقى كده زيادة كلمة انتشار، يبقى تردد في مين؟ في طول موجي. يبقى انا نفترض لو انا عايز طول موجي هقول له والله سرعة انتشار الموجة على كام؟ على التردد. لو انا عايز التردد زي ما احنا لسه شايفين من شوية، يعني سرعة انتشار الموجة على الطول الموجي. طب خلي بالنا لو انا هنا ثبت التردد، خلاص، قال لك السرعة بتاعت الموجة الاولى الى سرعة الموجة التانية، صلحوها دي يا جماعة، بيساوي طول الموجة للموجة الأولى على طول الموجة للموجة مين التانية. خلاص. طبعا الجزئية دي احنا شرحناها بالتفصيل في الفيديو الخاص بالحركة الاهتزازية، سوري الحركة الموجية، تمام. طيب ده بالنسبة لسرعة الموجة. نيجي بقى لسعة الاهتزاز علشان دي مهمة جدا جدا. أنا عندي حاجة اسمها سعة الاهتزاز وعندي حاجة اسمها سعة مين الموجة، هما الاتنين وحدة قياسهم مين المتر، بيقاسوا بالمتر. يبقى دي أول حاجة اتفقنا عليها. طيب قال لك سعة الاهتزاز عبارة عن ايه وسعة الموجة عبارة عن ايه؟ قال لك سعة الاهتزاز دي أقصى إزاحة، أبعد حتة بقى هيصل ليها الجسم المهتز بعيد عن موضع سكون. نتخيل ادي الجسم المهتز، ادي البندول في وضع السكون، جيت بقى حركته، يبقى أبعد حتة أو أقصى حتة هيروح لها اللي هي دي بقول عليها سعة الاهتزاز. طيب افرض جابها لي بالمنظر ده، خلاص تعالوا نمسح كده.
جابها لي بقى في مسألة بالمنظر ده، ويجيب لي هنا الرقم ده. الرقم ده يبقى بيعبر عن سعة مين؟ الاهتزاز. ليه؟ لان انا قلت اقصى ازاحة هيصل ليها الجسم المهتز ده بعيد عن موضع السكون بتاعه، يبقى دي بقول عليها سعة مين؟ اهتزاز. طب هنا جايبها لي 5 سنتي، يبقى ينفع اقول سعة الاهتزاز 5 سنتي؟ لا، لازم نحولها لمتر لان سعة الاهتزاز بالمتر. طب اعمل ايه؟ اقسم على 100. اتفقنا؟ طيب نيجي بقى لسعة الموجة. احنا خلاص عرفنا سعة الاهتزاز يعني ايه. سعة الموجة دي برضو اقصى ازاحة بتصل ليها جزيئات الوسط المادي. خلي بالنا هنا لما كانت اهتزاز الجسم المهتز هو اللي هيصل ليها، لكن هنا في ايه؟ دقائق وسط مادي. في ايه؟ المية. فاكرين الطوبة اللي رمالها في المية؟ دي دقائق وسط مادي. يبقى الدقائق الوسط دي ابعد حتة هتوصل لها، تمام اهي، يبقى دي بقول عليها سعة مين؟ الموجة. خلاص. طب خلي بالنا ممكن يجيب لك المصطلح ده فانت طبعا حافظه فتكتب سعة الموجة. طب افرض قال لك كده نصف المسافة بين قمة وقاع. طب انا فين القمة؟ زي ما اتفقنا ادي القمة، وفين القاع اهو. نص المسافة ما بينهم، نص المسافة دي هتبقى ايه؟ سعة الموجة. خلاص. الجزئية دي مهمة يا جماعة. ماشي. طيب جاب لنا مثلا رسمة بالمنظر ده وقال لي احسبي سعة الموجة. سعة الموجة بقى ناصح دي اقصى ازاحة. ادي الازاحة اهي، اقصى ازاحة يعني ابعد حتة. الدقائق الوسط دي اهو، ادي دقائق الوسط المية مثلا ولا صوت ولا اي حاجة هيوصل لها. طب هنا كان اقصى حتة واعلى حتة كانت كام؟ 4. يبقى اقول له سعة الموجة بيساوي كام؟ 4. طب نفترض بقى جابها بالمنظر ده، شايفاه دي الازاحه، وجاب لك المسافه دي كلها مسافه رئيسيه بين القمه والقاع 5 متر، وهو عايز سعه الموجه. اقول له سعه الموجه يبقى المسافه دي كلها الرئيسيه اللي بين القمه والقاع هقسمها على 2. يبقى ايه؟ سعه الموجه بيساوي ايه؟ 5 على 2 2.5 متر. اوكي يا جماعه. ده في حاله ايه؟ في حاله لو جابها لي بالمنظر ده. طب جابها لي بالمنظر ده كده بس، يبقى خلاص اكتب له الرقم ده وخلاص، شكرا على كده. ماشي. طيب تعالوا بقى نشوف كلمة. طبعا هنا ايه؟ نرجع لسعة الاهتزاز. احنا اتفقنا طبعا سعة الاهتزاز بالمنظر ده اقصى ازاحة. طب اتفقنا ان الاهتزازة الكاملة فيها كام سعة اهتزاز؟ الاهتزازة الكاملة اقولها لكم تاني اهو. تمام. عندي بين دول هيتحرك في الناحية دي وهيتحرك الناحية دي، وهو ماشي في الناحية دي سعة اهتزاز. يبقى كده 2 ساعة اهتزاز، كده 3 ساعة اهتزاز، كده 4. يبقى دي كلها بقول عليها اهتزازة كاملة. يبقى الاهتزازة الكاملة فيها كام ساعة اهتزاز؟ برافو عليك، فيها 4 اهو. طب افرض انا عايز ساعة الاهتزاز، يبقى دي ساعة الاهتزاز الواحدة. يبقى دي واحدة من ال4، يبقى ساعة الاهتزاز ربع الاهتزازة الكاملة. ربع الاهتزازة ايه؟ الكاملة. طب نيجي بقى نشوف يعني ايه اهتزازة كاملة. قال لي والله دي الحركة اللي بيحدثها الجسم المهتز لما بيمر بنقطة ما في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد. خلاص كده دي اهتزازة ايه؟ كاملة. طبعا الاهتزازة الكاملة زي ما اتفقنا فيها كام ساعة اهتزازة؟ فيها 4 ساعات اهتزاز. طب نفترض بقى ان هو جاي في مسألة يقولك احسب المسافة المقطوعة خلال اهتزازة كاملة. يعني شايف ادي ايه؟ اهتزازة كاملة زي ما اتفقنا، ادي اهتزازة وراح هنا بعد كده راح هنا وهنا وهنا. المسافة المقطوعة دي كلها هو عايزها. يبقى اقول له والله المسافة دي عبارة عن ساعة الاهتزاز في 4، وهو رايح 4 مرات هنا وهنا وهنا وهنا. يبقى لو قال لك احسب المسافة المقطوعة خلال اهتزازة كاملة، يبقى 4 في مين؟ في ساعة اهتزاز. طب لو قال لك خلال مثلا اهتزازتين كاملتين، يبقى اجيب له الاولانية وبعد كده ايه؟ اجيب التانية. اتفقنا؟ طبعا انا كاتبه لك هنا لازم تشوف فيديو الشرح عشان تستزيد لو انت اول مرة تتابعني. آية تانية اعدادي لاخر حاجة معانا الطول الموجي. القوانين بتاعته. طبعا الطول الموجي وحدة قياسه مين؟ المتر. طيب احنا اتفقنا اللي عندي طول موجي لموجة مستعرضة وطول موجي لموجة ايه؟ طولية. طبعا الموجة المستعرضة اللي احنا خلاص عرفناها اهي. الموجة الطولية اللي هي تخلخلات وتضاغطات. طيب قالك الطول الموجي لموجة مستعرضة، قالك دي المسافة بين اي قمتين متتاليتين. ادي قمة وقمة المسافة بينهم او قاعين متتاليين، يبقى دي ايه؟ بقول عليها موجة ايه؟ او طول موجي. تمام. طب المسافة بين اي تضاغطين او تخلخلين متتاليين دي بقول عليهم الطول مين؟ الموجي لموجة ايه؟ طولية. طب انا عندي الطول الموجي
بجيبه من 3 قوانين. بجيب المسافة اللي بتقطعها الموجات على عدد الموجات الكاملة، يبقى ده أول قانون. بشوف الموجات دي قطعت مسافة قد ايه وعدد الموجات الكاملة قد ايه. أو بقول 2 في المسافة الأفقية بين قمة وقاع متتاليين. افرض جايب لي مثلا المسافة بين قمة وقاع متتاليين كذا، احسب الطول الموجي. يبقى المسافة اللي هو مديهاني اضربها في 2 زي ما هنشوف دلوقتي. طيب ممكن اقول ايه 2 في المسافة الافقية بين تضاغط وتخلخل متتاليين، يا اما مسافة افقية بين قمة وقاع متتاليين او بين تضاغط وتخلخل ايه متتاليين. خلاص كذا مثال يا تاني اعدادي. الامثلة حلوة جدا، نركز على فكرتها. جايب لنا منظر بالشكل ده، هو بيقول لنا بقى احسبوا الطول الموجي، عايز التردد، سعة الموجة، سرعة انتشار الموجة. طيب انا هنا دلوقتي عايزين نجيب الطول الموجي. طب انا خدت 3 قوانين للطول الموجي، طب استخدم انهي قانون؟ انا هنا اشوف جايب لي المسافه بين القمه الاولى والقمه الثالثه، ومسافه هنا كاتبها لي 4 متر. يبقى انا اقول له استخدم القانون بتاع المسافه اللي بتقطعها الموجه على عدد الموجات. طب انا هنا عدد الموجات كام؟ اول المسافه اللي بتقطعها الموجه 4. طب عدد الموجات تعالوا نشوف. شايفين من القمه دي للقمه دي. طيب انا هنا دلوقتي عندي ربع القمه دي وربع القمه دي، يبقى نص موجة، وادي موجة يبقى موجة ونص، وادي نص يبقى موجتين. يبقى هنا عدد الموجات كام؟ 2. يبقى 4 على 2 هيبقى فيها ايه؟ 2 متر. يبقى انا جبت له كده ايه الطول الموجي بتاعنا اللي هو 2 متر. طيب عايز التردد اجيبه بكذا طريقة. طيب اجيبه ازاي بقى؟ خلي بالنا احنا هنا ممكن نستخدم حيلة او قانون اللي هو 1 على الزمن الدوري. طيب انا ليه هنا هستخدم 1 على الزمن الدوري؟ لان شايف هنا يا جماعه جايب لي ايه الزمن الدوري، جايب لي النص موجه. طب احنا قلنا ان الزمن الدوري، الله اكبر الله اعظم، نسمع الاذان وبعد كده نرجع تاني. زي ما احنا عارفين ان الزمن الدوري هو زمن موجه كامله. طب هنا جايب لي الزمن بتاع نص موجه، يبقى انا هضرب 2 في ايه الزمن بتاع النص موجه ده عشان تبقى موجه كامله. هتساوي كام؟ 4 من 10 ثانيه. يبقى انا كده من خلال القانون بتاع، من خلال لما جبت له الزمن الدوري، يبقى اقول له الزمن الدوري بيساوي ايه، اقول له التردد 1 على الزمن الدوري، يبقى 1 على 4 من 10. طب 1 على 4 من 10 يساوي 2.5. طب التردد وحدة قياسه ايه؟ بالهرتز. هنا جايب لي سعة الموجة، عايز سعة الموجة. سعة الموجة اخدناني اقصى ازاحة او اعلى ازاحة واعلى منطقة بتصل اليها دقائق الوسط. هنا 1، يبقى سعة الموجة ايه؟ 1 متر. طب سرعة انتشار الموجة يا مس ده احنا قلنا تردد في الطول الموجي. طب لسه جايبين التردد يا مس ب2.5 وجايبين الطول الموجي ب2. طيب 2.5 في 2 هيبقى ب5 متر لكل ثانية. وبكده نكون حلينا المسألة بتاعتنا بكل بساطة. نشوف مسألة زي كده، مسألة تانية جيب لنا شكل كده وبيقول لي احسب عدد الموجات الكاملة. خلاص طب تعالوا نشوف. ادي موجة، ادي 2، يبقى عدد الموجات كام؟ 2. طيب عايز سرعة انتشار الموجة اذا كان ترددها 60 هرتز. طب انا عندي السرعة بيساوي ايه؟ بيساوي تردد في مين؟ في طول الموجي. طب هو التردد جايبهولي. طيب يبقى انا هنا كده علشان اجيب سرعة الانتشار لازم اجيب الطول مين؟ الموجي. طب هنا الطول الموجي ايه؟ احنا قلنا المسافة بين قمتين. يبقى هنا جايب لي 2 متر، يبقى هو يقصد ان الطول الموجي 2. مش هستخدم اي قوانين بقى، خلاص هو جابها لي مباشرة. يبقى اقول له سرعة انتشار الموجة 60 في 2 هتبقى 120 متر كل ثانية. طب يقول لك ما نوع الموجة؟ الموجة دي موجة ايه؟ برافو عليك، موجة مستعرضة. ماشي، مش موجة طولية. طب عايز سعة الموجة. سعة الموجة هو اقصى ازاحة بتصل الى دقائق الوسط. هنا قدامها كام؟ 6. يبقى سعة الموجة هنا 6 متر. بكل بساطة يا تاني اعدادي. طيب مسألة زي كده تعالوا نشوف الفكرة بتاعتها. هنا بيقول لي احسب عدد الموجات. طب تعالوا نشوف. انا هنا عندي نص موجة وهنا عندي ربع، يبقى انا هنا عندي 3/4 موجة. 3/4 موجة، يعني هي مش محصلة الموجة الكاملة. 3/4 يعني المفروض تبقى كده عشان تبقى موجة كاملة. خلاص يبقى دي 3/4 موجة. طيب عايز بقى الزمن الدوري. طيب الزمن الدوري، شايف هو هنا جايب لي ايه؟ ده جايب لي مس ده بالمتر، يبقى ملياش دعوه، انا عايزه زمن دوري. طب هنا يجيب لي 1/10 ثانيه. 1/10 ثانيه. بس شايفين يا جماعه هنا جايب لي الزمن بتاع ربع موجه.
الزمن بتاع مين؟ بتاع ربع موجة. يبقى انا اقول له الزمن الدوري، الزمن اللي انت مديهوني ده في ايه؟ في 4. طب ال4 دي بتاعت ايه؟ بتاع ساعة الاهتزاز. مش احنا قلنا الاهتزازة او الموجة الكاملة هيبقى متقسمة لايه؟ تعتبر 4/4. يبقى انا 1/4 هيساوي ايه؟ 4/10 ايه ثانية. يبقى انا كده جبت له الزمن مين؟ الدوري. خلاص نتخيل يعني الربع الموجة زمانها 1/10. علشان اكمل موجة كاملة، احنا قلنا الموجة الكاملة ادي ربع وبعد كده ربع وادي ربع وادي ربع. يبقى 1/10 في 4 تبقى بكام؟ ب4/10. يبقى انا كده جبت له الزمن مين؟ الدوري. طيب عايز التردد، يبقى بسيطة، 1 على الزمن الدوري. طيب 1 اهو الزمن الدوري لسه جايبينه 4/10، يبقى نحسبها كده هتبقى 2.5 هرتز. 2.5 ايه هرتز. طيب عايز الطول الموجي، الطول الموجي هنا جايب لي المسافة بتاعت نص موجة بس. لا الطول الموجي انا عايز الموجة كاملة. يبقى ال10 دي هضربها في كام؟ في 2 بكام؟ ب20. بس 20 ايه متر. خلاص. طب ليه؟ لان هو جايبها لي بالمتر، مش هحولها بقى. يبقى الطول الموجي انا ايه الطول الموجي بتاع الموجة الكاملة. خلاص كده يا شباب. الجزئية دي مهمة. تعالوا نشوف واحدة غيرها. مسألة تانية. في المسألة دي هتلاقوها في الورق يا جماعة، بس نزود عليها الجزئية دي، نزود عليها الرقم ده. تمام. بيقول لك ايه من الشكل ده؟ ما عدد الموجات؟ تعالى نحسبها. ادي موجة ونص، يبقى عدد الموجات بتاعتني 1.5 ايه موجة. خلاص. طيب تعالى نمسح الجزئية دي بقى عشان نشوف الباقي عايز ايه. طيب بيقول لنا احسب سعة الموجة. طب هنا سعة الموجة، هنا جايب لي ايه؟ المسافة الرئيسية بين القمة والقاع. يبقى انا اقسم المسافة الرئيسية اللي جايبها لي مديهاني ب6 اقسمها على 2، يبقى اذا 3 ايه متر. تمام تمام. طب عايز التردد. التردد احنا اخدناه ليه كذا ايه؟ كذا قانون. تمام. طيب احنا ممكن نستخدم القانون العادي اللي احنا اتفقنا عليه لعدد الموجات الكاملة على مين؟ على الزمن بالثواني. طيب عدد الموجات الكاملة قلنا كام؟ 1.5 على الزمن بالثواني. اهو شايف الزمن. طبعا هو بيبقى جايب لي ازمنة، ممكن يجيب لي ازمنة هنا تانية كتير، احنا عايزين الزمن الكلي بقى. يبقى ل3 ايه من 10. طب يلا نحسب كده. 1.5 على 3/10 تبقى فيها 5 مين هرتز. يبقى انا كده جبت له التردد. طيب الطول الموجي. الطول الموجي شايف هنا بقى، هنا جايب لي المسافة ايه؟ الافقية هنا اهو بين القمة والقاع. يبقى انا اقول له 2 في المسافة الافقية. تمام. واكمل بين القمة والقاع، يبقى 2 في ايه؟ في 10. 2 في 10 بكام؟ ب20 سنتي. بس انا الطول الموجي بجيبه مين؟ بالمتر. يبقى ال20 دي هقسمها على 100 عشان احولها للمتر، يبقى فيها 2 ايه من 10 متر. يبقى لازم الطول الموجي يبقى معايا بالمتر، ما يبقاش بالسنتيمتر. طب معايا بالسنتيمتر يبقى احوله للمتر، يبقى اقسم على 100. ممكن يجيب لك المسألة لفظية بالمنظر ده، يقول احسب الطول الموجي لكل من موجة مستعرضة المسافة بين قمة وقاع متتاليين لهما 5 متر. خلاص. يبقى انا اقول له عادي القانون بتاعي بقى، ما انا واخده 3 قوانين للطول الموجي، يبقى يساوي 2 في المسافة الافقية اللي هو مديهاني. المسافة الافقية بين مين؟ بين قمة وقاع. تمام. طب هو مديني الاتنين دي ثابتة انزلها، مديهاني المسافة دي مديهاني ب5، يبقى اذا الطول الموجي ب10 ايه متر. شكرا على كده. في اي مشكلة؟ طب نفس القانون ده تعالوا نشوف بقى لو جاب لي نفس النظام بس بدل قمة وقاع يجيب لي تضاغط وتخلخل، يبقى هستخدم نفس النظام بس بدل ما اكتب المسافة الافقية بين قمة وقاع اكتب المسافة الافقية بين التضاغط والتخلخل. لكم يا جماعة عايز الطول الموجي لموجة طولية، المسافة بين مركز التضاغط الاول والثالث 15 متر. تمام. طب هنا حدد لي تضاغط اول وثالث 15، يبقى اقول له الطول الموجي بيساوي ايه؟ المسافة هنا. خلي بالنا بقى استخدم انهي قانون؟ هستخدم ان القانون بتاع المسافة التي تقطعها الموجات على عدد الموجات، على عدد مين؟ الموجات. طب المسافة اللي بتقطعها الموجات دي 15 يدي هنا اهو. طب احسب ازاي عدد الموجات؟ خلي بالنا طالما حدد لك مركز التضاغط الاول والثالث، يبقى اذا اطرحهم من بعض. اطرحهم ايه من بعض؟ يبقى 3 ناقص 1 فيها كام؟ فيها 2. يبقى الطول الموجي بكام؟ ب7.5 ايه متر. طب قمة مثلا القمة الاولى القمة الثالثة او القمة الاولى القمة الخامسة برضو نطرح. ماشي يا شباب. خلاص اتفقنا الجزئية دي مهمة.
طالما جاب لي ايه المسافه بين مركز التضاغط الاول والتاني وحدد. لكن لو التضاغط وتخلخل زي المساله اللي فاتت كنا نستخدم فيها القانون اللي فات. ده سؤال بيقول ماذا يحدث في الحالات الاتيه؟ زياده المسافه بين قمتين متتاليتين لموجه للضعف. يعني لما يبقى ادي موجه ودي موجه تانية، تمام، المسافه بين القمتين دول ازودهم قوي بقى للضعف، يبقى اذا الطول الموجي ايه هيزداد. ليه؟ لان انا المسافه بين قمتين متتاليين ده طول موجي، يبقى لما ازودها للضعف الاقي الطول الموجي زاد للضعف. طيب هنا بقى نفس النظام، المسافه بين مركزي تضاغطين لو قللناهم للنص معناها ان انا الطول الموجي هيقل لمين؟ للنص. فاهمين يا جماعه؟ يبقى كل ما اقلل المسافه كل ما الاقي الطول الموجي قليل، كل ما بعد المسافه واكبرها الاقي الطول الموجي ايه؟ كبر. تمام. طيب تعالوا نشوف السؤال التاني. بيقول نقص كل من التردد وسرعة الموجة للنصف بالنسبة لطول الموجة. طبعا بالنسبة لطول الموجة طالما جايب لي تردد وسرعة الموجة قال له للنصف، طول الموجة اصلا ملوش دعوة، طول الموجة هيظل ايه؟ ثابت. التردد وسرعة الموجة قلناهم للنص خلاص طول الموجة هيظل ايه؟ ثابت. طيب تالت حاجة انتقال موجة صوتية من الهواء للماء. احنا اتفقنا الموجة الصوتية بتبقى سرعتها كبيرة فين؟ في الأوساط الصلبة. طيب وبعد الأوساط الصلبة بتبقى سرعتها كبيرة في الأوساط ايه؟ السائلة، وبعد كده سرعتها بتبتدي تقل. طيب أنا دلوقتي الموجة دي انتقلت من الهواء للمية، يعني من الوسط الغازي للوسط السائل، يبقى هي كانت في الوسط الغازي سرعتها قليلة جدا، لما تنتقل للوسط السائل يبقى الاقي سرعتها ايه؟ تزداد. طبعا يا تاني اعدادي ان شاء الله في فيديو تاني هنحل بقى اسئله كتيره جدا جدا، ولكن ده ملخص سريع جدا جدا هيفيدك قوي قوي وانت داخل على امتحانات شهر فبراير باذن الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.